عالسلامة. اليوم باش نحكيو على الراجل اللي غلب اسبانيا وفرنسا. اليوم باش نحكيو على عبد الكريم الخطابي. تولد الخطابي سنة 1882 وقرأ في فاس في جامعة القرويين، ومع تعليمه الديني قرأ في الجامعات الأوروبية وأتقن اللغة الإسبانية. عائلة الخطابي كانت عائلة علمية ومناضلة، وأبوه كان قاضي ومناضل ضد الاحتلال الإسباني والفرنسي للمغرب. وفي الحرب العالمية الثانية اتهمت إسبانيا الخطابي بالتخابر مع الألمان وحكمت عليه عام حبس. وبعد ما خرج من الحبس وحد قبائل الريف المغربية وقف ضد الرغبات التوسعية لإسبانيا، وأسس جمهورية الريف اللي صمدت 5 سنين وكان عندها برلمان ودستور. وسنة 1921 انتصر الخطابي على إسبانيا في معركة أنويل، وقتل أكثر من 15 ألف جندي إسباني وأسر أكثر من 500. الشيء اللي خلى إسبانيا وفرنسا يتوحدوا ويحاربوا، ومع اختلال موازين القوى انهزم الخطابي وتم نفيه 20 سنة في جزيرة في المحيط الهادي. وسنة 1947 قررت فرنسا انها تجيبه عندها، وكي وقفت السفينة متاعه في ميناء بورسعيد في مصر طلب اللجوء السياسي من الملك فاروق اللي وافق له على الطلب متاعه. وفي مصر واصل الخطابي النضال متاعه، أسس لجنة تحرير المغرب العربي واللي كان هو رئيسها. وسنة 1963 مات الخطابي وتدفن في مصر في مقبرة الشهداء بعد ما شاف بلدان المغرب العربي حرة مستقلة.